تمكنت مصالح الأمنوية وهران ممثلة في الأمن الحضري 24 بالتنسيق مع فرقة التدخل الخاصة لمكافحة الجريمة من تفكيك جمعية أشرار خطرة كانت تشكل إمبراطورية لتزوير جميع الوثائق المتعلقة بمختلف الإدارات المتمثلة أساسا في شهادة إدارية، عقود ملكية، بطاقات رمادية، رخص سياقة، شهادة ضمان اجتماعي، الإحفاء من الضرائب، تجديد رخص السياقة، شهادات مراكز التكوين المهني، تجديد بطاقات الإقامات للأجانب وغيرها من الوثائق الأخرى. هذه العملية النوعية مكنت من توقيف 4 أشخاص تراوح معدل أعمارهم ما بين 30 سنة إلى 50 سنة، من بينهم مسبوقين قضائيا محل بحث ب3 أوامر بالقبض لكل واحد في قضايا مماثلة، مع حجز 188 ختم خاص بمختلف الإدارات المحلية، جهازي إعلام آلي محمولة وجهاز إعلام آلي ثابت، إلى جانب 3 طابعات، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات النصب والاحتيال قدرت ب 171 مليون سنتيم، إلى جانب 100 ملف كانت معدة للتزوير. عملية التوقيف والحجز كانت بعدة مناطق من ولاية وهران، وإثر تفتيش مساكن الضالعين في القضية، مع الإشارة أن الموقوفين كانوا يتخذون من عدة مقاهي وأماكن عمومية مكانا للوقوع بضحاياهم.